صح. صح. An Harry Potter, wenn der schlangisch redet. النهارده للاسف اخر يوم، انا بقيت بني جدا. النهارده اخر يوم، النهارده ان شاء الله الساعه 6 طياره على فرانكفورت، نرجع البيت. البيبي في الجراج وحشتني قوي 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 قوي. الجو حر بحماده، بغباء بغباء. الرطوبه لا يعلى عليها بصراحه يعني. طبعا لازم نعدي على شخص ونسلم عليه قبل ما نمشي. وكلهم يعني بصراحه يعني احسن حاجه انا شفتها هنا في ايطاليا ان اهل ايطاليا ناس بجد كرمه جدا جدا جدا. كل بيت او كل حد تعدي تسلم عليه حتى لو هو مش قريبك لازم يعزمك طبعا على الاسبريسو. تشاو. لازم يعزمك طبعا على الاسبريسو، لازم يعزمك على الاكل. طبق مكرونه، والمكرونه عندهم هنا مش طبق رئيسي، المكرونه الطبق اللي بتسخن بيه عبال ما الطبق الرئيسي ينزل. فهم عندهم دايما سلطه او حاجه زي ابيتايزر، بعدين الطبق الاول والطبق الثاني. الطبق الثاني طبعا بيبقى اللي هو الطبق الاساسي بقى الكبير. فالناس كرماء وحاج. في مشكلة عند كوكو بيتهم في الزبالة ان هم ما عندهمش صندوق زبالة بره، فلازم بنعدي نرمي الزبالة في الزبالة العام زي ما شفتوا كده، او نرميها في اي صندوق بتاع اي حد تاني. احنا طبعا لسه قدامنا تقريبا 4 ساعات على الطياره. فاول حاجه انا اعدي على اخت جدهم علشان ما كلناش عندها، ودي يعتبر في ايطاليا جريمه ان انت تيجي تزور كل شخص في العيله وما تجيش يوم عنده تاكل. معانا 2.5 ساعة هنقضيهم عند يعتبر ستها يعني اخت جدها. والشجره دي شجره تين. طبعا البيت بتاعها هنا معمول ايه يعني في حته في اخر الدنيا، عندهم اشجار تين، تفاح، كل حاجه كمثرى حتى هم بيزرعوا هنا اصلا. فالبيت بتاعهم كبير جدا يعني. اوكي خلصنا عند العيله الحمد لله. بصوا ساكنين هما فين كده. يعني حته تعتبر حته زراعيه جدا، بس هما ايه يعني الهواء انت عارف بقى جو الارياف الاوروبيه ده بيبقى حاجه رهيبه يعني. قبل ما نمشي كوكو واختها عايزين يجيبوا حلويات من هنا، فجينا محل بتاع حلويات عشان نجيب حلويات ايطالي واحنا ماشيين. كمية سكر للصبح يعني. اوكي وصلنا المطار. المطار زحمه بطريقه، بصوا المنظر ورايا وهنا زحمه بطريقه رهيبه. ما علينا الحمد لله عشان حاجزين بيزنس علشان نضمن ان احنا نطير معاهم يعني، مش تناكه ولا حاجه. فالطابور بتاعنا سهل قوي، حوالي 6-7 اشخاص. هنعمل تشيك ان، الواحد يقف براحته يشرب قهوه ولا حاجه. احنا حاليا في البيزنس لونج. انا ما زلت مش جعان، ولكن احنا بدري ساعتين، احنا فاضل لنا ساعتين على الطياره وخلاص جاهزين قدام البوابه اصلا. الساعه دلوقتي 6:30 ل 5 بنعمل بوردنج. المفروض الطياره كمان نص ساعه يعني تقريبا ل 10، فهنوصل 9 ل 10، قول 9 بالكتير قوي بالليل يعني في المانيا فرانكفورت يوم الاثنين. فتوكلنا على الله يعني، انا عايز انام. البيبي وحشتني. Good evening, ladies and gentlemen. Your captain speaking. My name is Faisal Kukum. I welcome you on your flight to Frankfurt. اوكي في تعديل سريع كده. الكابتن لسه قايل ان الرحله هتاخد ساعه و40 دقيقه تقريبا عشان هم مستعجلين خلصوا شغل تقريبا عايزين يروحوا، فهنوصل بدري عن ساعتين، ساعه و40 دقيقه. فشكلهم هيعدوا ال 1000 كيلومتر في الساعه تقريبا يعني، واحنا مستنيين الاكل. الاكل بسطرمه وسلطه.
الساعة 9 الا ربع وصلنا الحمد لله فرانكفورت. الحمد لله وصلنا. حاجة تخنق يعني مفيش حاجة لازم تمشي سليمة. تأخير 50 ل 45 دقيقة لما نلم الشنط تيجي. ده الكوكسوكو. الناس بتبص على الكاميرا كأني ماسك بندقية طبنجة. بالظبط بيبصوا كده. ما علينا 50 دقيقة تأخير على الشنط قاعدين هنريح بقى. خدوا التايم لابس ده. اول فرق لاحظته طبعا لما دخلت المانيا اهو خلاص وصلت حاجه واحده، مفيش عرق. في ايطاليا انت اي حركه تتحركها او كلمتين تتكلمهم مع حد تعرق كده. الرطوبه عاليه بتفكرني طبعا بمصر، بس ده الجو الطبيعي يعني بتاع اي مكان فيه بحر وكده، تبقى الرطوبه اعلى شويه من اماكن زي المانيا، بالذات ان المانيا في الشتاء بتبقى تلج قوي. المهمة اللي قبل الأخيرة خلصت. المهمة الأخيرة الشنط اللي وزنها 100,000 كيلو ديت، جايبين كمية جبن رهيبة. يبقى كده اليوم عدى على خير بإذن الله. صح يا كوكو؟ صح. مش صح. لا Coco gab akhira. Das ist Ende des Tages mit Coco, so sieht es aus. Bisschen wie betrunken. Ich muss dann immer denken bei dem Wort Sach. an Harry Potter, wenn der schlangisch redet. Ah. Home, sweet home. Big dog status, I'm a big dog, bitch. I